حقا إن شعبا مثل الشعب الكردستاني العظيم يستحق وطنا اسمه كردستان. طوبى لك أيها الشهيد في عليائك، سلاما كردستانيا لروحك الطاهرة أيها الشهيد جكدار. عفرين اليوم في أحزن أيامها وأكثرها ألما أيها الأحبة، فقد تخطب زيتونها بدماء كردية على أياد كردية، وجكدار الشهيد كان قدره أن يستشهد فيها وأن تراق دماؤه الطاهرة على أرضها، ويا للأسف بأياد كردية. لقد روت دماء عفرينية طاهرة تراب كردستان من حفتان وخاكر إلى ماكو إلى آمد وبوطان، ويا للأسف كان بعضها بأياد كردية أيضا. أيها الإخوة والأخوات، لقد وحدت دماء الشهداء الكرد تراب كردستان وخلخلت أساسات الحدود القذرة التي قسمت جسد الوطن. فيا دماء شهدائنا الأبرار وحدين على مستوى البشر قبل التراب والحجر. أنا واثق أيها الأحبة كل الثقة أن روح الشهيد جكدار تتجلى اليوم مطالبة إيانا أن نرتقي بدمائه الطاهرة لتكوين أرضية لوحدة الشعب الكردي في كردستان الغربية. لأن قدسية دماء الشهيد الكردستاني ترفض أن تكون فاتحة لإراقة دماء الكرد على أيدي الكرد مرة أخرى في عفرين كما في آمد وكما في هولير. اليوم أرواح شهداء الكرد وكردستان ترنو إلينا بلهفة العاشق وتصرخ كردستان واحدة، كردستان يكا، الشعب الكردي واحد، جل كرد يكا، جل كرد يكا، يكا يكا يكا، جل كرد يكا. أيها الأحبة، أزف لكم تصريح المناضل الكبير مراد قريلا في حوار مع وكالة فرات للأنباء ردا على تجاهل الحكومة التركية والتشريد على القائد أوجلان. يقول: إذا لزم الأمر سنعلن استقلالنا ونتحد مع حكومة جنوب كردستان. وأختم كلمتي بمقولة للمناضل الاسكتلندي من أجل الحرية ويليام والاس، كان يقول: إن توحدنا سنحصل على وطن، وإذا لم نتوحد سنحصل على لا شيء. فلنتوحد أيها الشعب الكردي العظيم. معا ويدا بيد لترسيخ السلم الأهلي والتعايش في عفرين. بيجي شهيد، بيجي كردستان،
بيجي كلمة، بيجي شهيد شكار.